تاريخ ال WWE مليان بمين ايفنتس تاريخية في راس المانيا. اوستن روك راس المانيا 17، بروك ليزنر كيرت انجل راس المانيا 19، ايدج الاندرتيكر راس المانيا 24، رومان رينز وبروك ليزنر في راس المانيا 31، ولحظة رولينز التاريخية ولحظة دانيال براين في راس المانيا اللي قبلها لما واجه باتيستا وراندي اورتن. وبراحتك زي ما تحب قول اي ماتش في دماغك، بس في دايما مين ايفنت ال WWE ما بتحبش تتكلم عنه ونفسها او فعلا بتشيله من تاريخها، وممكن بيتنسي او الناس بتفتكره بسبب احداث ملهاش علاقة بالماتش، وهو كريس بنوا ضد تريبل اتش ضد شون مايكلز في راس المانيا 20، وده طبعا بسبب الجريمة اللي كريس بنوا عملها في 2007. وانا جاي اتكلم مصارعة بس مش هتكلم عن حياته الشخصية. اول حاجة حابب اشكر جبالي عبد المتجلي صديق القناة على الفكرة بتاعت الفيديو اللي جاي، لان الفكرة دي اللي خلتني اعمل الفيديو ده. انا في الفيديو ده هتكلم عن القصة اللي ادت الماتش، والفيديو اللي بعده هتكلم عن فترة كريس بنوا بالحزام. فيلا بينا. اول حاجة خلينا نتكلم على شون مايكلز وتريبل اتش. الاتنين كان بينهم العداوة الاكبر والاهم في البناء للمانيا، والعداوة دي بدأت في سنة 2002 من عودة شون مايكلز، والاتنين في البيبر فيوز كان كل واحد بيكسب فيهم مرة، ومن ضمن الماتشات دي كان بينهم ماتشين في الإليمينيشن تشامبر. وفي الفترة دي عامة عرض الرو كان متسيطر عليه من تريبل اتش وعصابة الإيفالوشن، وشون مايكلز كان في عداوة معاهم بس برضه بيخش في عداوات مع ناس تانية. وتريبل اتش برضه دافع عن حزامه ضد شون مايكلز، بس برضه في نفس الوقت دافع عنه ضد ناس تانية، فالعداوة ممكن ساعات تقف بس دايما موجودة لحد عرض الرو يوم 29 ديسمبر 2003 لما الاتنين اتواجهوا على الحزام، وشون عرف يثبت تريبل اتش عشان يكسب الحزام. بس المشكلة ان الاتنين كتفهم كانت على الحلبة، فالاتنين اتعدى عليهم التلات عدات فمحدش فيهم كسب، فالعداوة رجعت تولع تاني. وستون كولد ستيف اوستن كان شايف ان شون مايكلز يستاهل ماتش كمان، فخلى يحصل بينهم ماتش في عرض الرويال رامبل 2004، وكان ماتش لاست مان ستاندينج، وكان ماتش دموي واسطوري وقوي جدا، ونهايته ان شون مايكلز عمل سويتش ميوزك لتريبل اتش والاتنين وقعوا على الارض ومحدش فيهم عرف يقوم، فالاتنين اتعدى عليهم والماتش خلص بالتعادل. هي نتيجة غير مرضية بس تدي زي علامة ان الماتش الفيصل بينهم هيبقى في المانيا، لان العرض اللي بعد الرويال رامبل هو عرض نو واي اوت اللي تبع سماك داون، فالمنطقي ان الماتش الكبير يبقى في المانيا، واللي كان ممكن يعمل تغيير ان مصارع من عرض الرو يكسب الرامبل، بس ده ما حصلش. بالنسبة بقى لكريس بنوا، كريس بنوا كان جزء من سداسي سماك داون الاسطوري، هو وكيرت انجل وايدي وتشافو جاريرو وايدج وريمستيريو، السداسي اللي كان بيقدم متعة وعظمة في سماك داون، وساهموا في تعلية اسم البراند جدا وتغيير وجهة النظر عنه، وانه كعرض هو اقل من عرض الرو. والسداسي ده اللي كاتب سماك داون الرئيسي في وقتها بول هيمن كان مقتنع بيهم وكان بيديهم دفعات، وعشان تعرف مقتنع بيهم قد ايه، لما فينس ماكمان ودى كريس جيريكو لعرض الرو، بول هيمن كان حاسس ان هو لازم ياخد حاجة في المقابل، وهو طلب ايدي جاريرو وكريس بنوا، وكل الناس اللي في الأوضة ضحكوا عليه لما سمعوا طلبه، لأن في الوقت ده ولا واحد من الاتنين كان نجم كبير، وده اللي قاله بول هيمن في البودكاست بتاع كريس جيريكو. وبول هيمن كان مقتنع بالاتنين، وكان عارف ان هم يقدروا يبقوا في المين ايفنت ويقدموا اكتر من اللي قدموه لحد وقتها. وكريس بنوا بالذات من ساعة ما ظهر في WWE وهو في الميد كارد فوق شويتين، وكان في كام مين ايفنت هنا وهناك بس مفيش حاجة ثابتة. WCW حاولوا معاه في المين ايفنت وادوه حزام العالم، بس كان الوقت اتأخر وكريس خلاص كان مقرر ان هو يسيب الاتحاد. وعرض سماك داون تحت قيادة بول هيمن في الوقت ده كان هو العرض بتاع المصارعة اللي بيتقدم فيه أداءات في الحلبة على أعلى مستوى، وأي حد كويس في الحلبة بول هيمن كان بيديله وقت ويخليه يظهر، ودايما بيبقى فيه ماتش مهم وممتاز، وغالبا كان بيبقى فيه حد أو كذا حد من سداسي سماك داون. وده كان على عكس عرض الرو اللي كان معتمد بشكل اكبر على انهم عندهم اسماء كبيره، والاعتماد اكتر على القصص والاسماء دي مش معناه ان ما كانش في مصارعه هناك ولا مصارعين مميزين في الحلبه، لا، بس السيطره كان للاسماء دي. وده برضه مش معناه ان سماك داون ما كانش فيه قصص ولا اسماء كبيره، لا طبعا كان فيه، بس كل عرض كان ليه الاحساس المختلف بتاعه عن التاني، وده اللي خلى فئه كبيره من الجمهور يفضل سماك داون على رو. وطبعا كريس بنوا كان ليه دور كبير في ده، وده اللي خلى فئة أكبر من الجمهور يهتموا بمصارعين زي كريس بنوا وإيدي جاريرو وريمستيريو. وفي القصة مدير عرض سماك داون بول هيمن كان مرازي كريس بنوا ومصعبها عليه ورافض يديله أي فرصة على حزام WWE، وده اللي خلاه يخش الرويال رامبل عشان يحاول يكسب فرصة على الحزام، بس العائق الوحيد إن هو كان رقم 1. وفي الوقت ده المصارع الوحيد اللي كسب الرامبل من رقم 1 هو شون مايكلز، بس بالرغم من كون الموضوع صعب أو شبه مستحيل، بس كريس بنوا كسب الرامبل بعد ما اقصى البيك شو في اخر الماتش. وفي ناس كتير افتكرت عشان مصارع من سماك داون كسب الرامبل يبقى هيروح على حزام ال WWE، بس اللي حصل عكس كده. وفي عرض الرو يوم 26 يناير 2004 تريبل اتش طلع
وقال ان هو وشون مايكلز عملوا كل حاجة وحاربوا وجابوا كمية دم كبيرة في الحلبة عشان حزام العالم، بس في النهاية شون مايكلز معرفش يكسب الحزام. فشون مايكلز طلع وتريبل اتش عايز يعرف هو المفروض يعمل ايه عشان يخلص منه، وشون مايكلز كان شكله عايز يواجه تريبل اتش لمرة أخيرة. فيطلع ستون كولد ستيف أوستن ويقول ان ماتشهم في عرض الرويال رامبل كان مجزرة بسبب الطريقة اللي الماتش خلص بيها، فشون مايكلز يستاهل ماتش على الحزام. بس في حاجة هتمنع الماتش ده، ان اللي بيكسب الرويال رامبل بياخد الفرصة اللي جاية على الحزام. فشون مايكلز وتريبل اتش بيبقوا مستغربين من كلامه وان مصارع من سماك داون ينافس على حزام الرو. فاوستن يقول لهم ان مفيش حاجة في كتاب القوانين بتقول ان المصارع لازم ينافس على حزام معين، وده معناه ان كريس بنوا ممكن ينافس على حزام تريبل اتش لو عايز. وبالفعل كريس بنوا يظهر وياخد تفاعل قوي من الجمهور، ولما يخش الحلبة يقول ان هو بقى جزء من روستر الرو وانه عايز يواجه تريبل اتش في راس المنيا. وهو فاهم ان شون مايكلز وتريبل اتش لسه بينهم مشاكل ما خلصتش، وكان بينهم معركة في الرويال رامبل، بس سواء كان بطل العالم شون مايكلز او كان تريبل اتش فده مش مهم، لان هو اللي كسب الرامبل وهيواجه بطل العالم في راس المنيا. وكريس بنوا ساب الحلبة وشون مايكلز وتريبل اتش كان باين عليهم ان هم مستغربين. والاسبوع اللي بعده كريس بنوا يطلع في البرنامج بتاع كريس جيركو الهايلايت ريل، وعمل برومو الهدف منه يبان نفسه كأندر دوج، واحد مخدش فرصته في القمة طوال مسيرته اللي طولها 18 سنة، وانه اخيرا بيحصل على اللي هو يستاهله في اكبر عرض ممكن. وكريس جيريكو حاول يحذره من ناس زي إيريك بيشوف وإيفالوشن، بس بنوا قال له ان هو كان عارف كويس هو داخل على ايه لما خد القرار ان هو يروح الرو، بس هو هنا عشان يثبت ان هو الافضل ومحدش يقدر يمنعه من ان هو يفوز بحزام العالم في راس المانيا. فكريس جيريكو يعرض فيديو وريك فلير بيكلم بكريس بنوا في الرويال رامبل وبيقول له ان هو ما عندوش اللي يخليه بطل العالم، وريك فلير يطلع عشان يتكلم مع بنوا. وخليك فاكر ان الاتنين دول بينهم تاريخ في عصابة الفور هورسمان في WCW. المهم ريك يمدح كريس بنوا ويقول ان هو واحد من افضل المصارعين التكنيكال في العالم، بس بنوا برضه طول الوقت في المركز التاني ودايما ما بيعرفش يحقق النجاح المطلوب. وفي راس المنيا 20 الموضوع مش هيبقى مختلف، فكريس يتحدى ريك على ماتش، بس إيريك بيشوف مدير عرض الرو يطلع وعنده خطط مختلفة، يبعت مارك هنري عشان يواجه كريس بنوا وبنوا يعرف يكسبه بكروس فيس وتريبل اتش بيتفرج. وبعدها ستون كولد يقابل شون مايكلز ويسأله مالك متضايق كده ليه، ويسأله لو ده بسبب ان كريس بنوا ظهر في الرو. شون يقول له ايوه بس اللي حصل بنوا كسب الرامبل وهو لازم يتقبل الموضوع ده. فاوستن يقول له ان هو لو عاوز فرصة على الحزام فلازم يعمل حاجة. وفي المين ايفنت شون مايكلز هيواجه راندي اورتن. شون مايكلز كسب وبعد الماتش يتهاجم عليه من تريبل اتش، بس كريس بنوا دخل ولحقه، وده اللي خلى شون مايكلز يسلم عليه ويديك احساس ان شون مايكلز هياخد جنب ويخلي كريس بنوا يواجه تريبل اتش. ونروح لعرض الرو الاسبوع اللي بعده يوم 9 فبراير 2004 اللي المفروض يحصل فيه توقيع العقد للماتش. تريبل اتش يقول لكريس بنوا انه يتخيل ايه اللي هيحصل لو كسب حزام العالم في راس المنيا. يتخيل ان هو يرفع الحزام قدام الجمهور ده كله في ماديسون سكوير جاردن، ويتخيل ايه الاحساس لما حلمه يتحقق وتعب ومجهود ل 18 سنة يجيب نتيجة اخيرا. وكريس بنوا يسرح ويفضل يتخيل ايه اللي هيحصل لو بقى بطل العالم، بس تريبل اتش يفوقه ويقول انه يواجه الواقع وان كل التعب اللي عمله في حياته ده هيبقى ملوش لازمة. وفي اخر راس المنيا كريس بنوا هيقعد في غرف تغيير الملابس وحيد، ومحدش من الجمهور هيبقى بيهتف باسمه ومفيش حد هيواسيه، وهيبص في شنطته في المساحة اللي سابها لحزام العالم، والمساحة دي هتبقى فاضية زي بقية مسيرته. دي الحقيقة، حزام العالم ده الحقيقة وتريبل اتش هو الحقيقة. فكريس بنوا هيروح عشان يمضي العقد، وتريبل اتش يقول له مفيش ضغط يا طفل، مفيش ضغط. No pressure kid. No pressure. بس شون مايكلز يطلع وتريبل اتش يسيب الحلبة. فشون يقول لكريس ان اخر حاجة عايز يعملها انه يبوظ خططه، وانه عارف ان كريس بنوا يستاهل فرصة على الحزام، وانه فاهم ايه اللي كريس بنوا واجهه في الرامبل عشان يحصل على الفرصة دي. بس شون افتكر ان كريس هيفضل في سماك داون، وكان فاكر انه هيعرف يحل مشاكله مع تريبل اتش في راس المنيا، وانه قريب من انه يخلص عداوته مع تريبل اتش، وانه هيخلصها في ماديسون سكوير جاردن في راس المنيا وهيكسب حزام العالم من تريبل اتش. فكريس بنوا يقول له ان هو بيحترمه وانه مش هيمنعه من حقه انه يخلص مشاكله مع تريبل اتش، بس ده مش هيحصل في راس المنيا. بنوا يقول ان هو هيمضي العقد وفي راس المنيا هيبقى الماتش هو ضد تريبل اتش. فشون مايكلز يقاطعه ويديله سوبر كيك ويمضي هو العقد. وفي الكواليس إيريك بيشوف يقول لكريس بنوا ان هو هيخلي الفريق القانوني بتاعه يبصوا على العقد ويشوفوا حل، بس في الوقت الحالي هيخليه يواجه شون مايكلز الاسبوع اللي بعده في عرض الرو. وبالنسبة للماتش ده فبسبب تشتيت من تريبل اتش شون مايكلز كسب كريس بنوا
وتريبل اتش كان مبسوط قوي وهو شايف الاتنين بيعجنوا في بعض. وستون كولد ظهر بعد الماتش واعلن حاجه غيرت مود تريبل اتش، اللي هي لاول مره في تاريخ مين ايفنت راسل مانيا هيبقى تريبل ثريت، هو وكريس بنوا وشون مايكلز على حزام العالم. يعني تريبل اتش هيدافع عن حزامه ضد الاتنين. والاسبوع اللي بعده شون مايكلز وكريس بنوا يواجهوا راندي اورتن وباتيستا من ايفولوشن، وبسبب ان الاتنين مش عارفين يشتغلوا مع بعض فخسروا من ايفولوشن. وبعد الماتش يمسكوا في بعض، وده اللي خلى تريبل اتش ومعاه بقية اعضاء ايفولوشن يهجموا عليهم، وتريبل اتش يعمل للاتنين بيدجري. ونروح لعرض الرو يوم 8 مارس، اخر عرض رو قبل المنيا. شون مايكلز وكريس بنوا اتفقوا على حاجه، تريبل اتش ما يطلعش من المنيا بطل للعالم، وده اللي خلاهم على وفاق مع بعض وسلموا على بعض. وتريبل اتش طلع وقال لهم انه مبسوط ان الاتنين بقوا اصحاب وحبايب، بس هما نسيوا حاجه، ان تريبل اتش هو الراجل دايما بيلاقي طريقه يتفوق بيها على الظروف اللي بتواجهه، وانه دايما بيلاقي حاجه تخليه يتفوق. والحاجه دي في الماتش هي الكبرياء، ان كل واحد فيهم هيبقى عايز يكسب الحزام، محدش فيهم هيرضى ان التاني يكسب، وده معناه ان تريبل اتش متفوق عليهم هما الاتنين. وخلينا نروح لراس المانيا 20 اللي هو كان عرض حلو جدا وفي ماتشات قويه، ما عدا ماتش جولدبرج وبروك ليزنر اللي اتعمل له فيديو لوحده، ارجع شوفه بعد ده. قبل الماتش ايدي جاريرو يحفز كريس بنوا ويقول له ان محدش فاكر ان هو هيكسب، بس بالرغم من ايه هي نتيجه الماتش ايدي هيفضل صديقه. فكريس بنوا يقول له ما يتكلمش كده، وبنوا يتحمس ويقول له انه مش مهتم لو محدش مصدق فيه، لان هو مصدق في نفسه. وبنوا متحمس او متحفز، فايدي يقول له ان هو ده اللي هو عايز يشوفه، وان ده كريس بنوا اللي واجه ايدي جاريرو في اليابان، وان ده كريس بنوا اللي هيروح الحلبة ويداش من شون مايكلز وتريبل اتش. فكريس بنوا يقول له ان في النهايه ايدي هيبقى معاه حزام WWE وهو هيبقى معاه حزام العالم، وايدي بالفعل حافظ على حزامه. وكده فاضل كريس بنوا يكسب حزام العالم. وخلينا نتكلم عن الماتش الممتع جدا ده. في البدايه كلام تريبل اتش يحصل، وان الاتنين كل واحد فيهم عايز يستفرد بتريبل اتش، حتى لو ده معناه ان هو يضرب التاني، وده اللي خلى كريس بنوا يعمل له كروس فيس بدري، بس شون عرف يخلع، والاتنين يمسكوا في بعض شويه وتريبل اتش يريح بره، واللي بعدها يظهر مره واحده ويدي شون مايكلز كلوز لاين، والاتنين برضه ياخدوا وقت مع بعض لحد ما تريبل اتش يدي شون مايكلز بركبته وبعدها ينزل لبنوا. فده اللي يدي فرصه لشون مايكلز ان هو يضرب الاتنين ببيسبول سلايد وبعدها يعمل مونسولت، ويبقى عند شون مايكلز خيار مين فيهم هيشتغل عليه في الحلبة، وطبعا يختار تريبل اتش. ويمكن دي كانت غلطة عشان تريبل اتش عرف يتفوق عليه ويحاول يعمله البيدجري، بس بنوا يمنعه، وهنا التلاتة يتبادلوا السيطرة على الماتش لحد ما كريس بنوا يطلع شون مايكلز بره الحلبة، وكريس بنوا بعدها يدشمل تريبل اتش بجيرمان سوبلكس، ولما يجي يعمل الهيد بات شون مايكلز يوقفه، وبعدها تريبل اتش يرمي شون مايكلز بره ويروح لكريس بنوا يعمل له سوبلكس ويحاول يعمل له البيدجري، بس بنوا يصد ويعمل له كروس فيس، بس شون مايكلز يفك الحركة، وبعدها شون مايكلز يعمل جيرمان سوبلكس، فكريس بنوا يرد عليه ب3 ويعمل له الهيد بات 1 2، شون مايكلز يقوم ويرمي كريس بنوا بره ويدشمل في تريبل اتش ويعمل له الالبو دروب ويعمل له بعدها سويتش ميوزك ويثبت، بس كريس بنوا يفك التثبيت بانه يسحب تريبل اتش بره الحلبة. شون مايكلز يمسك في بنوا، بس بنوا يرجع ويضربه ويرميه على الكورنر، ودماغ شون مايكلز تتفتح ويعمل له كروس فيس، وكان على وشك يستسلم، بس تريبل اتش يمسك ايده والماتش يكمل، وهو وبنوا يمسكوا في بعض، وكان هيعملوا البيدجري على ترابيزة المعلقين، بس كريس يصد وكان هيكسر بيه الترابيزة، بس شون مايكلز يوقفه، وشون وتريبل اتش يبصوا لبعض قبل ما يربوا بنوا على الترابيزة، وبعدها شون يخش الحلبة ويطلب من تريبل اتش ان هو يجي عشان يخلصوا الدنيا، والاتنين يدشملوا في بعض، وشون مايكلز هو اللي يمسك الماتش ويرميه على العمود ودماغه تتفتح هو كمان. ولما يرجعوا الحلبة وشون بيضرب، بس تريبل اتش يعرف يصد ويعملوا البيدجري، وتريبل اتش يزحف عشان يثبت، حط ايد، بس بنوا يظهر ويكسر التثبيت، والتلاتة مرمين على الارض والجمهور بيحييهم. وبعدها تريبل اتش يقوم ويمسك في بنوا يحاول يعمل له البيدجري، بس بنوا يعرف يصد ويعمل له شارب شوتر والجمهور ينفجر، وتريبل اتش عمال يحاول عشان يوصل للحبل، بس بنوا بيبعده، بس شون مايكلز يفك الحركة بسوبر كيك، وشون مايكلز يقوم عشان يجهز للفينش وبيشوف هيضرب مين فيهم، ويروح لبنوا، بس بنوا يرميه من فوق الحبل، وتريبل اتش يحاول يستغل ويعمل له البيدجري، بس بنوا يصد ويعمل له كروس فيس اللي يفضل عاملها دقيقة، وتريبل اتش بيحاول يفلت بس معرفش، وبنوا ماسك على الاخر لحد اما تريبل اتش استسلم والجمهور ينفجر.
كريس بنوا كسب مين ايفنت راسل مانيا وحزام العالم في لحظة تاريخية واسطورية وجميلة جدا جدا جدا. وايدي جريرو صاحب عمره يطلع ويحتفل معاه ويسقف له ويحضنه والاتنين بيعيطوا، وايدي يفضل يحمسه انه يكمل احتفال زيادة لحد ما راسل مانيا تخلص. والماتش كان ممتاز جدا وقوي جدا جدا، والقصة اللي فيه عظيمة، والتلاتة هيعملوا ماتش زيه في باكلاش الشهر اللي بعده، بس ده في الفيديو اللي جاي في فترة بنوا بالحزام. وبس دي قصة مين ايفنت راسل مانيا اللي WWE عايزة تمسحه من التاريخ، طبعا عشان الحاجات اللي عملها كريس بنوا. الماتش نفسه ممتاز. اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش لو عجبك كلامي ادي لايك وادي سبسكرايب وسيب رايك اذا انت محتوى وراك في الفيديو، والسلام عليكم.